جايز أنا عراقية، إحنا أهل الكرم، يعني إحنا أهل الكرم. أنا إذا أشوف شخص بالشارع يمكن أجره أدخله وياه للمطبخ أو للمطعم، أقعد على طاولتي ياكل وياي. إحنا ما عندنا شيء اسمه ضيوفنا تموت من الجوع، بالعكس. يعني أنا الأكل اللي مجهزته، واليوم صورت لكم قبل هاي الستوري كنا دا نقرر المنيو والأكل. يعني الأكل اللي مجهزته لضيوفي يعني شو احكي لكم، انتم مو جاهزين والله مو جاهزين. شلون الاكل جايز؟ مو جاهزين جد جد صراحة؟ اي صراحة توب اوف ذا توب، اكثر من 5 ستارز. يعني فاين دايننج اللي هو جد والله العظيم. فاهمين علي؟ يعني اكو كل واحد وتقاليده. احنا تقاليدنا بالعراق الاكل جدا مهم عندنا، ومو بس مهم انه يكون افضل شيء بالحياه. شلون ماكو اكل جايز؟ يعني عبالي هاي الشغله يوم يومين شهر شهرين، شهرين لا يعني اسبوع اسبوعين تختفي، بس انه بيتزا زاد الموضوع عن حده. يعني اكو اكل يجنن. يعني شو اقول لكم، ذهب بعد شويه ححط بالاكل. فدونت وري. اصلا اليوم كنا بالقاعه شفناها لاخر مره، واحب اقول لكم انه القاعه هذه من شهر 7، ما راح اقول لكم اني من شو وقت حجزنا القاعه. شهر 7 بعد البروبوزل، شهر 7 2024 اني حجزت هذه القاعه. مين حجزها؟ يعني عبير طبعا كانت موجوده وهي اللي كملت التواصل وهيج. من شهر 7 2024 واني اخطط لهذا اليوم اللي ان شاء الله راح يجي، وراح اعيشكم كل تفاصيله، وراح شنو بنين، شنو احكي، ما اقدر اقطع بنين، قولي دا تاكل بنين. ايه بس انه من شهر 7 حاجزين القاعه. فبراير، بعدين لما كنسلنا فبراير غيرنا الديت. ايه يعرفون هم بيب، يعرفون. يعني من شهر 7 احنا مختارين القاعه، كان المفروض 25/2/25 يكون العرس. انتم تعرفون هاي القصه. القاعه جايز من شهر 7 2024 احنا حاجزين القاعه، نعرف مكان حفلتنا وين حيكون واللوكيشن. اما بالنسبه للتاريخ، اني اريد تاريخ مميز. 25/2/25 كان التاريخ المميز اللي كنت حابه اسوي بيه العرس، بس انتم تعرفون امي تمرضت فكل شيء وقف. فشنو التاريخ الثاني المميز؟ 25/5/25. وبنفس الوقت 25/5/25 يصادف نفس التاريخ 25/5/24 السنه الماضيه كان يوم البروبوزل.